برهان من داخل القيادة العامة ومن داخل القصر شعاره كان لبيك يا وطن ولا صوت يعلو فوق صوت الوطن. الكباشي شعاره كان لبيك يا وطن. الإرادة السودانية شهب في السماء وقوة في الأرض. بهذه المبادئ وبهذه الشعارات هؤلاء الرجال الكرام البررة أنجبتهم هواء السودانية أصبحوا كبارا بالشموخ بالعزة بالفخر بالبسالة أن ينجزوا هذا الإنجاز تلو الإنجاز كل يوم تارة بحجج الممانعة والمضاجعة وزواج المسيار السياسي والتخبي خلف المصابع لشرعنة الجنجويد، ولكن كانت الشينة منكورة. طيب إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فلتذكر قدرة الله عليك. قدرة الله سبحانه وتعالى جعلت عبد العزيز آدم الحلو يستنطق العمالة والارتزاق في محفل دولي بكلمة الرفيق حميدتي. لك أن تتخيل ما الرفقة التي تجمع ما بين هؤلاء للعبور ثم يتم هدمه، وبالفعل هدمهم هذا القزم المسلاتي. طبعا أنا قاصد أقول المسلاتي عشان إنه أنا داير في ناس كده يكبشروا الكلام ده، وكده استعمل الجملة دي أنا بستعملها داير أوصل رسالة معينة. طيب إذا به غاية جنجويد المسالك. طبعا جنجويد ده طبعا بينتموا لبيوت كثيرة، لكن خلينا نقول بأنه التنوع السوداني ده كله، لأنه جبال النوبة ده ما في نيكراغوا ولا في تشاد ولا في موزمبيق. جبال النوبة دي في السودان، بالتالي أولى بها كل الشعب السوداني، ولكن في كل الشعب السوداني الشعب المؤمن بالقومية وبالوطنية وبالإنسانية اللا تتجزأ، والمؤمن بقيم الشرف والكرامة. يعني ممكن نقول كل السودانيين باستثناء الجنجويد. عشان كده دائما في خطاباتنا بنقول انه الجنجويد وافدة. الفضح والمناصر الأب الروحي للجنجويد والعم. في شباب صغار عرفوا الجنجويد في زمن الناس ابو 30 ديل بس، هم اللي بيقول لهم الكيزان ديل. لكن الجنجويد دي الموجودين بما يسمى بالدولة الرديفة منذ الاستغلال إلى يومنا هذا. والجنجويد ديل صنعوهم السياسيين. الجنجويد ما صناعة عسكرية. صح في فترة من الفترات السياسيين العسكريين ورثوا التركة، والتركة دي كانت صعبة شديد جدا، لأنه في ناس بيستخسروا الوعي في العسكر. لكن دلالة نضج العسكر وطنيا وسياسيا وأدوا الأحزاب المتوارثة ده 100-0. المسائل دي واضحة جدا، لأنه الخطاب ده من قالوا هم عارفين خطر الجنجويد شنو. لكن الأحزاب أحزاب الممانعة والمناطحة ونكاح المسيار ده للمنافع الذاتية كانوا بيقولوا حماية الذكران الدق الكيزان. حتى ثورة عظيمة ونضال تراكمي الجزء منه مني أركم الناوي ده، وفي مقدمته الشعب السوداني ده كان بيقول كلنا دارفور كلنا جبال النوبة. يا من قال الكلام ده ليه؟ لأنه في نضال تراكمي. الشعب السوداني ده أجبر كل القوى السياسية أساسا إنه يكون في اتفاق اسمه اتفاق جوبا، لأنه في نضال تراكمي. يعني حمايتي ما جا جوبا حبا للحركات المسلحة، لا، الصلة بتاعتها النضال التراكمي ده. والنضال التراكمي ده أول نضال التراكمي ده أنا بفتكر بأنه مني أركم الناو.
لانه قضيه كانت واضحه. ما تجي تقول لي والله قاعد مع فلان حاور فلان، لا. شوف ضروره قد فرضها الواقع. بالتالي الجلوس المستمر مع السياسيين ديل اللي كان بيجلس معاهم ناس مني اركم الناوي، ده ما بمعنى انه نجي نخونهم او نجي نمسك عليهم ذمه. الناس اللي كانوا بيحاوروا دوله ومن حقهم يحاوروا دوله، وهم مش قالوا ان احنا دايرين نختلع الدوله، قالوا دايرين نختلع النظام. لكن الان شخص متمترس بالوافدين وبالمحتلين وبالخطر ده بياتوا حق بانه عبد العزيز انت تحاور حميتي ده دوله، يعني عشان انت غيران ممن يركم الناوي بالضروري بانك تحاور حميتي او تشرعن حميتي. طيب يا من نحن قاعدين ننبس الاحزاب بنقول لهم انصاف رجال وهم خصيان. طيب ما الاساءه دي انت الاولى بها، ما احزاب الشمال ده نحن انتقدناهم كده. طيب الاولى بالاساءه دي منو؟ الاولى بالاساءه دي عبد العزيز انت. الليله انت مش من انصاف رجال ولا من امه خصيان ولا من الناس اللي ما بيفتحوا افواههم الا عند طبيب الاسنان امام برو مناصر. يا اخي انت بقيت مرمى عديل كده. انت الليله الطفل ولدوه في الثوره العظيمه دي وفي النضال المقدس ده، والله اشرف منك، والله اشرف منك. وانا قصدت بانه اتكلم في الاطلاله دي، قصدت بانه اوصل الرساله دي عشان يعرف مقامه. عشان كده شوف يا بيبي الابواق اللي بتتكلم والله داير تدافع عن عبد العزيز وداير يا زول ما ترد على الابواق. اذا اردت ان تهزم هذا الغزم المسالاتي انت تنتقده وخلي الخرفان بتاع انه ديل بس يصرخوا بس. لانه نحن وقت خدنا الخطاب ده انت تعلم تماما انا ما اتطرقت على انه والله فلان نبذني وفلان شنو انتقدني، لا ما اتطرقت للحته دي. منذ ان انطلقت مباشره انتقاد عبد العزيز. يا زول ما في زول اعلاميا عمل بربغندا للزول ده اكثر من محمد حسين. الناس ماسكين لي زله بيقول لي يا اخي انت قبل كده كنت بتقول عبد العزيز نبي زماني. كان في تمريرات سياسيه من باب المكايدات السياسيه، بعد مرات بنختار جمل. لكن ده ما بمعنى انه والله عبد العزيز لا ينطق عن الهوى، لا ما هو بشر. انا دعمتك احتراما لمؤسسه، لكن الان ما درس ادعمك، لانه الكلام اللي انا قاعد اقوله ده يا بيبي يا زول انا شاهد ملك. الكلام بتاع انه هذا الرجل اصبح ارتزاقيا، يا زول انا اتحدى اي زول، اتحدى اي سياسي سواء كان من جبال النوبه ولا من اي منطقه، ما في زول تنبأ بالذات العمل الجنجويدي ده كونه هذا الرجل ارتمى في احضان الجنجويد. يا زول اول من تنبأ بهذه المؤامره انا، لانه الناس زي قاموا بدور خبيث جدا. اول شيء بعد ما المؤامره دي تمت كيف؟ المؤامره دي تمت باقرب الناس. المساله دي يعملوا لها يعني يقطعوا الكلام ده، والكلام ده لابد ما، لانه الكلام ده لله والتاريخ للكباشي. شوف انا لاول مره اقول الكلام ده على الهواء مباشره. الناس تكبشر النقطه دي يا جماعه. شوف جابوا اقرب الناس للكباشي اسميا وحشدوا هممهم باموال السحت وبعثوهم للحلو عشان الناس والله يا عمار ما يمدينوا. لا كله كلام فارغ ساكت. لا يا زول هوي دي المعلومات اللي عندنا. ديل كانوا يوم من الايام عداء للكباشي وعداء للحلو. اقنعوا الحلو والحلو عبر الدبلوماسيات نسق المساله دي وانتهى منها. بعد ذاك الظهر على العلن جات الدعوه بتاعت انه والله يا اخي دعوه للامارات. الموضوع ده ابعد من ذلك، لكن قبل الموضوع ده ما يبدا انا بتذكر يا من كنا هنا وجانا ياسر زياره، انا كنت بترأس الاجتماع
والاجتماع ده فيه شريف حرير، فيه الدكتور محمد زين، وانا كنت قاعد في المؤتمر، كنت بتراس المؤتمر. فجأة كده في زول قاعد في الكرسي الامامي، انا قلت سالت الناس المنظمين الزول ده منو؟ الاجتماع ده بتاع الحركه الشعبيه، الزول ده منو؟ ياسر اصر قال بانه الزول ده صحفي. اسمع الكلام ده كويس. انا قلت له يا اخي صحفي، لكن ما مدعو ما قدموا له دعوه. اذا به اتضح بانه لاحقا بانه هذا الرجل هو عزة المهري. عشان الشعب السوداني ما في حاجه ثانيه ندسها. جا كيف؟ الله اعلم. طيب بعديه بفتره جاني اتصال شخصيا بانه في زول اسمه مسؤول الشؤون الانسانيه في الدعم السريع ده. انا هو اكون واضحين فارس النور. والله يا اخي نحن دايرين نمشي جنوب كردفان، وانت زول ابن اداره اهليه يا اخي، دايرينك يا اخي بمعرفتك. المهم بانه نوظف، انا دايرين نساعد اهلنا. انا صراحه قلت له شوف، انا لي قريب ربع قرن من السودان، ما بعرف اي شيء. فيا اخي انتم موجودين هناك ممكن تمشي تساعدوا الناس دي ولو دايرين تساعدون. وبعد ذاك يا اخي انا لا امثل الناطق الرسمي بتاع الحركه، لا عضو مجلس تحرير، لا شنو، انا زي اي زول مواطن بس بايد. فبالتالي انا ما عندي تاثير للدرجه دي. المهم بقيت اسال بانه انت رقمي ده جبته من وين؟ اتضح بانه الرقم ده اكد لي تماما بانه الرقم ده اداه ياسر. شوف عشان تعرف بانه الحركه دي فيها منافقين وفيها ناس بايعين ذمم. المساله بعد مشت ابعد من ذلك، عشان بعد ما في حاجه يدسوها. بعد فتره قام اتصلت علي تراجي، قالت لي يا استاذ محمد حسين يا اخي والله صراحه ان احنا دايرين الحلو ده يجي في المفاوضات، فلو سمحت ناس عبد عثمان واسماء كثيره الناس دي عاملين له يا اخي فكي، يا اخي نحن نديك اسم الفكي حيفكوا من الطلاسم دي، والزول ده قاعد في مايرنو. احنا دايرينك بس انت تتكلم معاه، احنا بنتكلم في كل شيء. قلت له هو يا تراجي، وانا كنت سجلت الكلام ده. قالت لي ما تسجله، كنت سجلت الكلام. قلت له شوف يا تراجي، انا لا الناطق الرسمي باسم الحركه ولا عندي اي صفه قانونيه. وشوف حميدتي ده قابل الحلو مرات عديده. الوسيط ما كان محمد حسين، في مجلس تحرير، في مكتب قيادي، في شنو في اشياء كثيره. الزول ده ممكن امشي اقول له داير اقابلهم بقابلهم. بالتالي لو سمحتي المطالب زي دي ما بتقولي لمحمد حسين، انت ما بتعرفيني، ما بتقولي الكلام ده لمحمد حسين. شلت كبشرت الكلام، رسلت جزء منه لعمار نجم الدين وجزء منه وصل لعبد العزيز. الرد جا شنو؟ جا لا يا محمد يا اخي ما تشتغل بالمره دي. قلت لهم هاي الزوله دي اذا ما في زول وراه، يلا اللعبه دي كلها شنو؟ عبد العزيز ورا الكلام ده، لانه حاول بانه يختبر النشطه بانه حيمشوا معه في ذاك الدرب. لكن احنا من اليوم الاول بعد ذاك مساله بتاعت الاستقطاب بتاعت المساعدين والمستشارين والكلام الوظائف الزيفو دي. الدعم السريع كان عنده 3 اسماء من مكونات مختلفه: محمد حسين حماد، ايوب نهار، عمار نجم الدين. دول ال3 اشخاص. محمد حسين بكل شجاعه رفض الكلام ده. ليه رفضت الكلام ده؟ يا راجل الدعم السريع ده انا عندي معه مشكله شخصيه. ذاكرته برمناصر، اي بيت بذاكرته برمناصر، وده الابل الروحي للجنجويد، وده البشر بتلال العرب، يحول جبال النوبه لتلال العرب ولقريش. يعني النفس الجهوي العنصري والمدعوم من الدوله، والدوله كانت حزب الامه. اذا الناس اللي بيصنعوا الدوله الرديفه في دنيا السودان هم السيدين زائد الشيوعيين، وهم قاصدين بانه الدوله دي ما تكون دوله،
تكون دولة مصالح ودولة فقه سترة ودولة زولية زولة، ويصنع المتناقضات. والله الشمالي الجنوبي الوسطي الزرقاء الشنو يصنع المتناقضات للشعب السوداني، عشان الشعب السوداني إذا أسس دولة بتاعت حقوق ودولة بتاعت عدالة ودولة بتاعت قانون، هؤلاء العملاء هؤلاء الخونة في نفس الوقت شايلين شعارات الديمقراطية. على سبيل المثال الغزم المسالاتي ده رافع شعار الديمقراطية، يا أخو طاقيته دي ما دار يغيرها، خليك بينه يغير، خليك بينه يغير نفسه. الكرسي اللي قاعد فيه ده ما بيرضى بانه زول ثاني يجي يقعد فيه. يا شيطان ابناء جبال النوبه على اساس وصلوا بانه ابناء جبال النوبه اذا انتقدت عبد العزيز بينتقدوا طوالي بنزعوا منك الوطنيه، بنزعوا منك القبيله ذات انت ما نوباوي. بس مجرد ما قلت بانه الزول ده خطا، يا اخوانا دي شنو دي مصيبه دي. الزول الديمقراطيه دي جايبها من وين؟ هنا الرئيس في الدول الديمقراطيه، ابهات الديمقراطيه، الهه الديمقراطيه، هنا الرئيس وقت يخطا بيجي بيقول انا اخطات في البند الفلاني في اللائحه الفلانيه وبعتذر للشعب السوداني. عبد العزيز عمره ما يعتذر للشعب جبال النوبه، واخطاء كثيره جدا.